اكبر منافسه حاليا واقعه ما بين ايلون ماسك ومارك. الموضوع ديال هذا الفيديو غادي تعرفوا على كلا الطرفين وغادي تعرفوا شنو واقع بيناتهم، شنو هو المشكل، حيت انهم وصل المنافسه ديالهم لدرجه انهم غادي يتفايتاو في MMA في كومبا في الواقع. والبارح خرج واحد التطبيق منافس التطبيق ديال تويتر، اليوم غتخرجوا فاهمين كلشي ان شاء الله، غير هو بشرط واحد بسيط، غتلقى تحت واحد ابوني حمراء ربطه بيضاء وخلي معك واحد لايك. صراحه اليوم كنت مبلاني ندير لكم فيديو على اغرب محتويات، حيت كاين واحد المحتوى غريب ولكن نخليوها حتى النهار الحد. اليوم مارك وايلون ماسك، ولتذكير الدري اللي كيصايب ليا الصور مصغره كيف ما كتشوفوا احترافيا، اللي محتاج شي حاجه غتلقاو الانستغرام ديالو في اول تعليق، دخلوا عنده خدمته بروفيسيونيل. غير فوا غادي نقول لك مارك ولا غادي تشوف وجهه غادي تطيح في بالك فيسبوك، حيت هو مول فيسبوك. مارك زوكربيرغ هو رجل اعمال ومبرمج في نفس الوقت امريكي، وهو مول الشركه ديال ميتا هي اللي كتحمل فيسبوك واتساب انستغرام، يعني هو مول هادشي كامل اللي شفتي. تخيلوا معايا انه هو مشى عند صحابو قال لهم راه باغي نصايب واحد التطبيق وباغي نصايب شحال من حوايج، قالوا ليه سير صاحبي كتخربق، ومشى خدم على الحلم ديالو. ودابا حاليا فيسبوك هو اكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم كله، اي واحد عنده فيسبوك. دابا غادي ندوزو لايلون ماسك. شكون هو هذا السيد؟ ايلون ماسك حتى هو رجل اعمال، ولكن غير هو كندي ماشي امريكي، ولكن ايلون ماسك راه كيحمل جنسيه امريكيه. وباش تكون في بالكم بانه ايلون ماسك تزاد في جنوب افريقيا، فهم كيف ما شفنا بانه مارك مبرمج، ايلون ماسك شنو غيكون؟ مستثمر ومهندس ومؤسس ومخترع في نفس الوقت، وهو مول الشركه ديال سبيس اكس، وبلا ما نساو الشركات ديال تسلا. والثروه ديال ايلون ماسك هذا العام ديال 2023 وصلت ل 338 مليار دولار، ماشي مليار ديالنا، مليار دولار. حسبها عندنا حنايا راه عمر هذا البيت كامل. دابا خديت واحد الفكره عامه على شكون هما هاد خوتنا هادو، كيفاش هاد خوتنا هادو رجال اعمال وما تكونش بيناتهم منافسه. راه بيناتهم واحد المنافسه كبيره، وهاد المنافسه ما بقاش غير في الانترنت، وصلت حتى للواقع. حيت انه دابا جوج السيمانات اللي فاتوا ايلون ماسك تحدى مارك في الساحه ديال الملاكمه، يسدوا لهم في داك القفص ويتفايطاو. الصراحه هذا النزال كنتسنى انا امتى يوقع، حيت النزال ما جمعش غير جوج عاديين، وانما جمع جوج ديال عمالقه الانترنت. حيت انه ايلون ماسك مول شركه تويتر لاح واحد التغريده وقال لهم مستعد لمنازله السيد زوكربيرغ على الحلبه. يعني ايلون ماسك اللي كان مستعد باش انني نتفايط مع مارك. انا غادي يخرج مارك بواحد ستوري في الانستغرام اللي هو مول الانستغرام، غادي يقول لي صيفط اللوكاليزاسيون ديالك، غادي يجي عندك. لحد الان باقي ما دابزوش، ولكن غادي نحطوا واحد المقارنه بسيطه، نتوما غتقولوا لي في الكومونتير شنو بان لكم الا هما مشاو حتى دابزوا، شكون اللي غادي يربح، واش ماسك ولا مارك؟ البارح زاد شعلات كثر، كنا جالسين عادي ما بينا ما علينا، حتى كتب لك واحد التطبيق جديد. شنو هو التطبيق؟ خرجوا مارك ضد ايلون ماسك. التطبيق هذا اللي داير دابا ضجه كبيره في العالم اللي هو تريدز. عارف انت سمعتي بهذا التطبيق هذا اليوم او البارح؟ تخيل معايا بانه هذا التطبيق هذا شبيه لتويتر وحسن من تويتر كاع، حيت تويتر ديال ايلون ماسك فيه شي مميزات في الحدود، عكس تريدز اللي خرج غير البارح ديال المنافس ديالو مارك فيه شي مميزات اكثر من داكشي اللي كاين في تويتر. بالك غادي حماق اجي تعرفوا على هادشي. البارح الشركه العملاقه ميتا ديال مارك زاد تطبيق جديد على دوك التطبيقات ديال انستغرام وفيسبوك وواتساب اللي هو تريدز، اللي في مده 7 سوايع سجل اكثر من 10 مليون واحد في داك التطبيق. وخلاصه القول باش تكون في بالكم بانه التطبيق الجديد اللي خرجوا مارك تريدز راه منافس لتويتر. هذا هو الهدف ديال مارك، هو انه ينافس ايلون ماسك. ولكن تريدز عجب بزاف جو الناس على تويتر، فيه شي مميزات زوينين. علاش؟ لانه تويتر يمكن لك تحط بوست فيه كتابه فقط 280 حرف، ما تفوتش 280 حرف، عكس تريدز اللي شد داك المشكل وعالجو. تقدر في تريدز تحط نفس الكتابه ولكن 500 حرف، يعني اللي باغي يوصل صوته في تويتر ما يفوتش 280 حرف، عكس تريدز تقدر توصل صوتك وتفوت 500 حرف. وتريدز ايضا يمكن تحط فيه فيديوهات، صور، مقاطع صوتيه وكل شيء، ولكن حاجه اللي ما كايناش اللي هي كونفرساسيون، صيفط الميساج لصحابك او تواصل مع الناس، ما كايناش، فقط بوستات وتشوف البوستات وتشوف التصاور والفيديوهات، وفيه شي حوايج اللي زيدين نغزى على تويتر. داكشي اللي خلى انه يضرب 7 سوايع اكثر من 10 مليون ديال التسجيل او التحميلات. دابا حاليا هادشي اللي واقع. حاولت اني نبدا لكم من الاول شكون هو مارك وشكون هو ايلون ماسك وشنو واقع بيناتهم، ودوينا على المنافسه اللي غادي توقع، وفي الاخير دوينا على التطبيق المنافس تويتر اللي هو تريدز. نتمنى انك تكون فهمتي كلشي. الا كان شي جديد غادي نحاول نخبركم به نتوما الاولين. خير هو كيف ما قلت لكم الاشتراك ديالكم في القناه هو اللي كيخليني نستمر وكيخليني نقدم محتوى زوين بحال هذا. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، وكيف العاده تعيش انتري فور لايف.